التاريخ دايماً بيخلد أهل الحق مهما تجبر وتكبر أهل الظلم. قصتنا النهاردة مش مجرد حكاية عادية من الماضي، دي ملحمة حقيقية عن ملك طاغية وغلام صغير غيروا مسار أمة بحالها. قصة خلدها القرآن الكريم عشان تفضل درس لكل زمان ومكان. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. الحكاية بتبدأ في اليمن مع الملك ذو النواس، بطل جنون العظمة. ملك حميري يهودي، مش بس كان بيحكم بالحديد والنار، ده كمان وصل بيه الغرور إنه ادعى الألوهية وطلب من الناس تعبده. وكان بيكره الحق لدرجة إنه بيحرق أي مدينة بتعتنق النصرانية اللي كان الدين الحق وقتها. وكان سلاحه الخفي والأساسي هو ساحر بيسيطر بيه على عقول الناس. لما الساحر كبر في السن وحس إن نهايته قربت، راح للملك وطلب منه طلب خطير: ابعت لي غلام ذكي وشاطر أعلمه مفاتيح السحر الأسود عشان يكون خليفتي وعينك اللي بتشوف بيها. الملك اختار ولد ذكي جدا ومن تنشئة صالحة، بس القدر كان كاتب للولد ده طريق تاني خالص. الولد وهو في طريقه كل يوم للساحر كان بيعدي على راهب موحد بالله. كلام الراهب كان مليان نور وسلام وتوحيد، في حين إن طريق الساحر كان كله قسوة وضرب واستعباد للناس لصالح الملك. الغلام لقى نفسه في حيرة قاتلة وصراع جوه قلبه، مين فيهم اللي صح؟ وطريق مين فيهم بيوصل لربنا بجد؟ وفي يوم من الأيام ظهرت دابة ضخمة ومرعبة سدت الطريق على الناس كلها. الغلام شاف إن دي الفرصة اللي هتحسم حيرته. مسك حجر صغير وبص للسما ودعا: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ورمى الحجر بقوة إيمانه. الدابة ماتت في لحظتها والناس كملت طريقها، والغلام اتأكد إن نور الراهب هو الحق المبين. الراهب لما عرف قال للغلام بذكاء: يا بني، أنت اليوم أفضل مني، وأنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وفعلا ربنا وهب الغلام كرامات عظيمة، وبقى يشفي الأكمى الأعمى والأبرص. بس كان عنده شرط واحد للشفاء: الإيمان. كان بيقول لكل مريض: أنا مش بشفي حد، إنما يشفي الله، لو أمنت بيه هدعيله يشفيك. الزلزال وصل لقصر الملك نفسه. جليس الملك المقرب وكان أعمى سمع عن الغلام وراح له بهدايا كتير عشان يشفيه. الغلام قال له نفس الشرط: آمن بالله وهو يشفيك. الجليس آمن وربنا رد له بصره. لما دخل على الملك اتصدم وقال له بغضب: مين رد عليك بصرك؟ الجليس رد بثبات: ربي. الملك اتجنن: أولك رب غيري؟ الجليس قال له بكل قوة: ربي وربك الله. الملك فقد عقله تماما، عذب الجليس لحد ما دل على الغلام، وعذب الغلام لحد ما اعترف على الراهب. جابهم الملك وطلب منهم يرجعوا عن دينهم، رفضوا التنازل عن إيمانهم، فأمر الملك بشق رأس الراهب والجليس بالمنشار لنصين. ورغم بشاعة العذاب، الإيمان جواهم كان أقوى من الموت. الملك حب يتخلص من الغلام بس بطريقة تانية. أمر جنوده ياخدوه لقمة جبل ويرموه من هناك لو مرجعش عن دينه. الغلام على قمة الجبل بص للسما ودعا السلاح اللي ما بيخيبش: اللهم اكفنيهم بما شئت. فجأة الجبل اتهز والجنود هم اللي وقعوا وماتوا، والغلام رجع للملك سليم وبيمشي بكل هدوء. الملك اتجنن وفقد أعصابه، أمر جنود تانيين ياخدوا الغلام ويرموه في نص البحر عشان يغرق. الغلام كرر نفس الدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت. السفينة اتقلبت بالجنود وغرقوا كلهم، ورجع الغلام تاني للملك لوحده وسليم. الملك سأله برعب وذهول: إزاي نجيت؟ الغلام قال له بثقة: كفانيهم الله تعالى. الغلام حب يعلم الملك والناس كلها الدرس الأخير. قال له ببساطة: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. شروطه كانت إنه يجمع الناس كلها في مكان واحد وتصلبني على جذع شجرة، وبعدين تاخد سهم من كنانتي أنا وتقول بأعلى صوتك قدام الناس: باسم رب الغلام، ثم ترميني. الملك من كتر غله وكبريائه نفذ الشروط بالحرف عشان يخلص من الصداع ده. مسك القوس وصرخ قدام الآلاف: باسم رب الغلام، وضرب السهم. السهم أصاب الغلام
ومات شهيد. بس الخطة نجحت نجاح مبهر. الناس شافت المعجزة، وصوت واحد زلزل المملكة كلها: آمنا برب الغلام. الملك اتجنن أكتر. بدل ما يقتل شخص واحد، لقى شعب كامل بيكفر بيه وبيؤمن بالله. أمر جنوده فوراً يحفروا أخاديد، خنادق عميقة، ويملوها نار أيدة ومولعة. وبقى يخير الناس، اللي يرجع عن دينه يعيش، واللي يرفض يترمي في النار. وكان الاختيار العظيم. الناس اختارت النار وفضلتها عشان تفوز بالجنة. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وفي وسط الرعب ده كله جت شايلة طفلها الرضيع. لما قربت من النار قلبها اتقبض وخافت على ابنها، وضعفت لثانية، وكانت هترجع في كلامها عشان تحميه. هنا حصلت معجزة عظيمة. ربنا أنطق الرضيع بالحق عشان يثبت أمه، وقالها كلمات اتكتبت بحروف من نور: يا أماه اصبري فإنك على الحق. الأم أخدت قوتها ورمت نفسها وابنها في النار، شهداء في الجنة للأبد. نتعلم إيه من ملحمة أصحاب الأخدود؟ إن النصر مش دايماً نجاة جسدية. النصر الحقيقي هو انتصار الفكرة والمبدأ. الغلام مات كجسد، بس قضيته انتصرت وأمة بحالها أمنت. كمان وهم القوة، قوة الطغاة والسلاح بتنهار تماماً قدام يقين الإيمان واليقين بالله. دعاء اللهم اكفنيهم بما شئت بيلخص التسليم الكامل لله. لو عجبتكم القصة وعايزين تغوصوا أكتر في حواديت التاريخ وعجائب القرآن، خليكم دايماً معانا وتابعوا صفحة نور ساينس AI. كان معاكم محمد ربيع. نتقابل دايماً على طريق النور واليقين.